ازيكم متابعينا على قناة تكنو هاردوير. القناة بتهتم جدا بعالم التكنولوجيا والهاردوير، فيا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل ما هو جديد عن عالم الكمبيوتر. يلا بينا نبدأ. والنهارده بقى يا جدعان عندنا تجميعة اقتصادية جديدة. التجميعة دي هتخليك تقدر تلعب ألعاب الإي سبورتس بأعلى فريمات وألعاب التريبل إي بفريمات متوسطة، بس لازم تقلل الجودة شوية. التجميعة دي هتخلينا نستغنى عن حاجتين: أولا أعلى جودة في الألعاب، في العاب التريبل اي بالذات، عشان ناخد فريمات متوسطه. ثانيا هنستغنى على الار جي بي، عشان الار جي بي بيعلي جدا في ميزانيه اي تجميع. احنا اصلا جايين في ميزانيه اقتصاديه، فالار جي بي مش هيعمل لنا حاجه، احنا عايزين الاداء اكتر. اول قطعه في التجميع هو السي بي يو، وهنا بقى مش هيبقى سي بي يو، هيبقى اي بي يو من رايزن. الاي بي يو يعني ايه؟ بيبقى بروسيسور معاه كارت مدمج. والبروسيسور الاي بي يو بقى اللي معانا النهارده وهو رايزن 5 2600. البروسيسور ده بيجي ب 6 كور و12 ثريد وماكس بوست 3.9 جيجا هرتز. البروسيسور ده هيبقى حلو جدا في الالعاب وفي المونتاج لو انت صانع محتوى، وكبدايه هيبقى حلو لغايه لما في المستقبل تطور وتجيب كارت شاشه. ده عامل سعره 2700 جنيه. تاني قطعه وهي المذر بورد. المذر بورد دي هنستخدم اسوس ب 450 ام توف جيمنج بلس. المذر بورد دي حلوه للتجميعات الاقتصاديه، وهتكفيك للاحتياجات الأساسية فقط، يعني ما فيهاش غير الحاجات الأساسية، وقابلة للتطوير في المستقبل. دي سعرها عامل 2100 جنيه. تاني قطعة عندنا وهي الرام. الرام عندنا هي كورسير فينجنس ال بي اكس 8 جيجا بسرعة 3200، ودي بتيجي بدي دي رام 4. دي هتجيب منها اتنين، هي واحدة 8 هنجيب منها اتنين هيبقوا 16. الواحد عامله 800 جنيه، يعني الاتنين هيعملوا 1600 جنيه. نيجي بقى لرابع قطعة وهي الاس اس دي. هنجيب كروشال بي اكس 500 240 جيجا ساتا اس اس دي. دي لازم في اي تجميعة نجمعها دلوقتي في اليومين دول لازم تجيب اس اس دي، لازم، ما ينفعش بالهارد الميكانيكي خالص، يعني هيبقى الحاله صعبه قوي. لازم تجيب اس اس دي. وطبعا الاس اس دي اللي احنا قلناها اللي هي كروشال بي اكس 500 دي حجمها 240 جيجا ودي سات، دي سعرها 450 جنيه. نيجي بقى لاخر قطعه، الكومبو الكيس مع باور سبلاي. تاخد الانتك ان اكس 2455، ودي بيجي معاها باور سبلاي اتوم 550 واط، والكيس والكيس مع باور سبلاي دول عاملين 2200 جنيه. كده توتال التجميع 9050 جنيه. طبعا بقى انت لو عايز تطور، يعني انت لو معاك مثلا 10000 جنيه وعايز تطور، ممكن تجيب هارد مثلا خارجي، ده مثلا تخليه للالعاب وكده وبس كده. وبعد لما شفنا القطع اللي احنا هنحتاجها في التجميع، نخش على تجارب الاداء في الالعاب.